يجي ياخذ منك ارضك، والارض باسمك، بالطابو باسمك، وانت ممكن دخلت هذا وما تعرف، على اساس انسان طيب، واذا يطلع ذئب حرامي لص خبيث لعين فاجر فاسق يروح يتصرف في الارض، والارض باسمك موجوده. فوين القانون في العراق؟ الارض باسمك موجوده، وما صار بيع، وما وقعت على ورقه بيع. ملتفت ولا ما ملتفت؟ لا، كان اتفاق فيما بينكم، كمثال اقول لك، ولا بعدين يجي الكلام اذكر لك حتى الاسماء وافضحهم امام الملايين من العالم، هؤلاء الخونة في كربلاء ماذا يصنعون، وتنتهي المسألة على اساس انه خلاص هذه الارض، هذه النسبة لنا، وبقية الارباح، وهي الارض للامام الحسين سلام الله عليه، وهذه الارباح مناصفة او حسب الترتيب. والا يلفون عليك لفة من اول يوم غدر واحتيال ونصب وسفالة ونذالة، واذا يبيعون الارض وهم لا يملكونها ولا يملكون حتى ما الارض ليست باسمهم، الارض باسم صاحبها. هؤلاء حرامية لصوص. ملتفت ولا ما ملتفت؟ والويل لمن يقف مع هؤلاء ويدافع عنهم. لا، وبعدين يطلعون لك لما انت تروح تقدم اوراقك وتبين انه يا قضاء العدل ايها القضاة تعالوا، هاي الارض لا زالت باسمنا، وهؤلاء لعبوا بها وضربوا مليارات فلوس من العرض، وهي ليست لهم. الارض ليست لهم. ملتفت ولا ما ملتفت؟ هاي الارض تخص الامام الحسين، تخص العباس، تخص اهل البيت، على اساس تاخذ صاحب الارض ياخذ مبلغ معين، وبعدين الارباح تكون نسبة لها معينة، لان هم دافعين مبلغ ضئيل جدا بالنسبة للارض. اذا الارض قيمتها 100 مليار، هم مثلا دافعين مليار دينار، ويصيرون يسرقون من اليوم الاول خونة ولصوص. الويل لكم، والله العظيم الويل لكم. لا، وبعدين يروحون يقدمون دعوة ضد صاحب الارض. هاي خلوها عندكم انتم يا اهل كربلاء، عندكم ناس مجرمين بكربلاء هالشكل، صاحب الارض والارض باسمه يقدمون دعوة عليه، يطالبوه ب35 مليار دينار. شوف المهزلة والهوسة والفوضى. وكيف القضاء يقبل هذه الدعوة؟ كيف يقبلها؟ وهذه الدعوة الارض باسم صاحبها، وهؤلاء حرامية لصوص. انت كيف تقبل دعوة من اللصوص والحرامية؟ بعد شوية اجيب اسمائهم واذكر لكم اياهم، وحتى عشيرتهم افضحها، حتى عشيرتهم اللي يدافع عنهم. ملتفتين ولا ما ملتفتين؟ نحن بامس الحاجة الى المال. هذا مشروع الامام الحسين، عندنا قناة المهتدي، نحتاج ملايين الفلوس القناة المهتدي حتى تنطلق في العالم، ويجون مجموعة من الزبالة، من الخونة، من اللصوص الحرامية المجرمين في كربلاء يلعبون بالأرض ويقدمون دعوة ضد صاحب الأرض اللي الأرض باسمه بالطابو. لعناء سفلة أنذال. راح أذكر أسماءكم في ليلة من الليالي، وأذكر عشيرتكم وأفضحكم كلكم أمام العالم كله، اللي تتركون قناة المهتدي غارقة بالديون إلى شعر رأسها. لماذا؟ لأن مجموعة من اللصوص والعصابات والخونة في كربلاء يعملون ضدنا بكل الطرق هذه، كما أشار الإمام الحسين إلى ذلك وقال لي الإنجليز يعملون ضدك والوهابية. حسين قال الإنجليز يعملون ضدك، بس أنا أعرف الوهابية والخونة. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. فوين العدالة؟ وين الحكومة العراقية؟ وينك يا رئيس الحكومة، رئيس القضاء، المحاكم الشرعية؟ وينكم أنتم؟ هالشكل فوضى المسألة. يجون مجموعة من الحثالات الساقطين الخونة سفل أنذال طايحين الحظ، هالشكل تأخذون الأرض تلعبون فيها، وبعدين تقدمون دعوة ضد صاحب الأرض، والأرض ما مسجلة إلا هي مسجلة باسم صاحب، وليس هناك عقد بيع أبدا.
صاحب الأرض لم يوقع على بيع وشراء. شوف اللفة، شوف الغدر والخيانة من هؤلاء. بس هذا ما يكفي، هذا ما يشفي غليلي. إذا ما أفضحهم ليلة من الليالي وأعرف أني مع من أتكلم، وإلا هالشكل الحقوق تضيع. والله احنا عندنا رئيس حكومة، وعندنا وزير داخلية، وعندنا وزير قضاء، وعندنا رئيس جمهورية، وعندنا محافظ في كربلاء، وعندنا قضاء في كربلاء، ومحاكم موجودة. فأين أنتم عن هذا اللغو، عن هذا الظلم؟ مع الأسف. على كل حال، هاي نفثة قلتها، والكلام سأقوله أكثر من ذلك حتى أبين أن المجرم ما يترك على جريمته وما تغطون عليه. إذا بعض القضاة، ما أقول كل القضاة، لكن بعض القضاة الخونة اللي يدورون على هذه الأمور، لا، هؤلاء ساقطون، ما لهم قيمة أبدا، ولا يستطيعون أن يصنعوا شيئا. سفلة، أنذال. كم مرة صار أحكي وياكم؟ تسمعون كلامي يا حرامية، يا فسقة، يا فجرة، تأخذون أرض الإمام الحسين تلعبون فيها بالمليارات. عندكم فلوس من الأرض وإحنا علينا ديون، قناة المهتدي ديون علينا، ما عندنا حتى راتب نعطي للموظفين، وانتم تلعبون بالمليارات. فوين الحكومة العراقية والقضاء العراقي؟ وين المحافظ في كربلاء؟ يعني نترك كربلاء للعصابات الخائنة؟ ما ممكن يكون. ولا أنا عبد الحميد المهاجر إذا أسكت عنكم يا سفلة يا أنذال. أنا حكومات كبرى سحقتها بحذائي، ولا ما أنتم زبالة، ما لكم قيمة، طايحين الحظ. الله يلعنكم إلى يوم القيامة، الله يلعنكم إلى يوم القيامة. نحن في صراع، فماذا تصنع؟ إذا كان هناك عصابات تعمل ضدك، شو تسوي أنت؟ تسكت عنهم؟ سفل، أنذال. تأخذون الأرض تلعبون فيها وهي باسمنا الأرض بالطابو، بعدين تقدمون دعوة علينا أنه 35 مليار دينار تريدون بعد فوق الأرض اللي أخذتوها من عندنا ولعبتوا فيها. تريدون 35 مليار؟ يا أنذال، يا حقراء. أي حقارة أنت؟ والله هاي الحقارة عند الشمر بن الجوشن أشوفها موجودة. شو ناس وانتم شايفين عمامة رسول الله وكلامنا كله عن أهل البيت والإمام الحسين وكربلاء. الله يلعنكم ويضيع حظكم وحظ جابوكم، الله يلعنكم إن شاء الله. أنا أستنهض الحكومة العراقية أن تحفظ حرمة كربلاء، أستنهض رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والوزراء والنواب في البرلمان العراقي أن يحفظوا حرمة كربلاء من هؤلاء الحرامية اللصوص الخونة، ويقدموهم للعدالة ويحاكموه حكم عادل. بعد ما أقدر أسكت. وصلت إلى درجة أني أريد أذكر أسماءهم، لكني راح أتركهم الآن، ما أذكر أسماءهم الآن، لأن راح أذكر أسماءهم وأسماء عشيرتهم وأطيح حظهم إن شاء الله، وراح تشوفون. أنا ما أنتظر والله محامي أو قاضي يبين الحق مع من، لا لا لا، مستحيل. هذه أرض الإمام الحسين تلعبون فيها أنتم وتوقعوننا نحن خدام الحسين. هاي القناة الفضائية اللي مئات الملايين يبكون على الحسين كل ليلة فيها، توقعون هالمأساة وهالقناة تحت الديون. نحن الآن قرابة 10 ملايين دولار مديونين، نحن 10 ملايين دولار مطلوبين على قناة المهتدي بسببكم أنتم. وإلا هاي الأرض لو كانت ماشية كما أردناها ما كنا نطلب هذا المبلغ أبدا. فلا ضمير عندكم ولا وجدان ولا غيرة ولا حمية ولا شرف عندكم. أنتم شرفاء أنتم. على كل كافي بعد ما
أحكي عنكم لأنكم ما تستاهلون أكثر من هذا. بس إن شاء الله في ليلة من الليالي أذكر أسماءكم وأحذر الناس منكم ومن عشيرتكم، أحذر الناس منكم ومن عشيرتكم. والأرض باسمنا موجودة، الأرض إلى يوم القيامة ما يتغير هذا أبدا، الأرض بالطاب باسمنا تبقى. شكرا.